ان كنتوا ناويين تعملوها فانا بقول لكم بلاش، اوعى تعمل كده. انت كده بتحط بنزين على النار وهي مش مستحمله، وجمهور الزمالك فيه اللي فيه وفيه اللي مكفيه. عقوبات منتظره وتدرس من اتحاد الكوره ضد ثلاثي نادي الزمالك مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا وعبد الواحد السيد، على خلفيه احداث مباراه نصف نهائي السوبر المصري بين الزمالك وبيراميدز. ايوه بقول لك عقوبات وقرارات، واقول لك العقوبات المتوقعه وبيدرسوا ايه وبيخططوا لايه. اهم فيديو لجمهور نادي الزمالك، ورساله بقى ونصيحه لمجلس اداره اتحاد الكوره الذي يطبق اللوائح والقوانين ويحترمها، والذي يعرف عنه العداله والنزاهه والكيل بمكيال واحد. رساله مهمه جدا، تحدي نوصل الفيديو ده ل 5000 لايك وشير في كل مكان، عشان بطلع احذر وانبه واهمس في الاذن واقول لك بين قوسين بلاش. خليك حكيم، خليك عاقل. ننزل بالبرومو ويلا بينا ندخل في التفاصيل على طول. طبعا خلاص هو حدث الساعة وحديث الساعة، أزمة ثلاثي نادي الزمالك، والحمد لله كرم ربنا كان واسع وكان كبير، والحمد لله طلعت ونشدت فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتدخل بالفعل الرئيس عبد الفتاح السيسي وتدخلت أجهزة الدولة المصرية في حل أزمة الثلاثي، وسط ما كان الإعلام بيضلل وبينافق وبيكابر وبيهاجم لاعيبة محبوسة. تدخل الكبار، وأنا قلتها حينما يتدخل الكبار يجب أن يصمت إعلام العار في الوسط الرياضي. خلاص الحمد لله اللعيبة صدر عفو رئاسي من سمو الأمير محمد بن زايد، واللعيبة وصلت بسلامة الله وبفضل الله إلى بلدنا الحبيبة مصر. وصلوا خلاص، ودونجا وجه رسالة لجمهور الزمالك أهي، وشلبي وجه رسالة لجمهور الزمالك أهي، وصورهم أهي. خلاص اللعيبة رجعت وخلاص بقى هينتظموا في تدريبات. يحصل إيه بقى؟ يقوم اتحاد الكورة الواعي الناضج المفروض ان هو ابا للكرة المصرية في مصر يسرب اخبار انا تحققت منها ان هناك قرارات تدرس من اتحاد الكرة بعد تقرير مراقب المباراة الاستاذ محمد ياسين اللي هو الصحفي المحترم اللي كان موجود في الاهرام، بتوقيع عقوبات على نادي الزمالك او على ثلاثي نادي الزمالك. بدأت تتسرب اخبار ان وزير الشباب والرياضة طلب من اتحاد الكرة توقيع عقوبات على ثلاثي نادي الزمالك، والمفروض ان وزير الشباب والرياضة يطلع ويخرج ويرد على القصة دي، لان انا بصراحة ما تحققتش من الموضوع ده، لكن المفروض ان اللي يطلع ويتكلم ويتحدث في هذا السياق وزير الشباب والرياضة. لكن انا بقول لحضرتك معلومات، لا في اتجاه داخل إدارة اتحاد الكرة وداخل الجبلية لتوقيع عقوبة عبر لجنة الانضباط على ثلاثي نادي الزمالك. وهنا انا بتكلم وبقول وبوجه رسالة، أنا قارئ للمشهد وأنا بحلل لحضرتك المشهد. احنا شفنا وقائع كتير مع اتحاد الكورة، وشفنا قرارات كتير وأحداث كتير بتتكرر طبق الأصل ما بين الأهلي والزمالك وأندية أخرى، والتعامل فيها بيكون مختلف. ولو قعدت أتكلم معاك أنا محتاج فيديو 4-5 ساعات عشان أتكلم وأسرد وأقول لك كيف يتعامل مجلس إدارة اتحاد الكورة مع المواقف المختلفة. وآخرهم مثلا إن الأهلي لما انسحب من كأس مصر حتى الآن وإحنا داخلين على موسم جديد، اتحاد الكورة لا نزل بيان ولا نزل عقوبات ولا نزل غرامه وحرمان الاهلي من النسخه اللي بعدها. طب ما الزمالك انسحب من السوبر المصري في الامارات وبعدها ب3 دقائق ونص طلعوا نزلوا قرارات، لكن مش هنخوض فيها. لكن انا هنا بوجه رساله وبقول للناس اللي في مجلس اداره اتحاد الكوره او المسؤولين عامه في الجبلايه، لا، المسؤول وعضو مجلس الاداره يجب ان يكون حكيما. اللاعيبه دي اخطأت، لو حضرتك المنوط بيك انك انت تعاقبهم ما كانوش اتحبسوا، فبالتالي حضرتك كنت تعاقب، توقف، تغرم، فبالتالي نقول خلاص قضي الامر الذي فيه تستفتيان وهو ده الصح. لكن اللعيبه دي غلطت واتحاسبت واتحبست 10 ايام في الامارات، وصدر قرار رئاسي من سمو الامير محمد بن زايد بالعفو عنهم. هتجيلي انت بعدها
وفقا للاخبار اللي طالعه انك انت تطلع قرارات بايقاف 10 مباريات وغرامه نص مليون جنيه، يبقى انت كده بتحط بنزين على النار، انت كده بتعمل احتقان. احنا ما شفناش دور حقيقي لمجلس اداره اتحاد الكوره واتحاد الكوره في الازمه. انا شفت اتحاد الكوره عاوز يطلع ياخد اللقطه وياخد السوكسيه، وبعد ما اللعيبه تم العفو عنهم نزلوا بيان ان احنا بنشكر فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي والدوله المصريه ان هي تدخلت في تلك الازمه. طب هو حضرتك تواصلت مع الاجهزه المصريه؟ لا. تواصلت مع الرئاسه؟ لا. تدخلت في الموضوع؟ لا. اتواصلت واتكلمت؟ لا. ده هي مكالمات كده وانت قاعد مكانك. رحت زرت اللعيبه واطمنت عليهم مجرد بس زياره؟ ما حصلش. اللي عمل كده الشركه المتحده المحترمه، رابطه الانديه المحترمه، المسؤولين حتى في قنوات اون تايم سبورت، وحتى الشركه المتحده اللي كان لها دور اساسي في تلك الازمه، هم اللي اطمنوا، هم اللي تبعوا. طب مين اللي خلص ومين اللي حل المشكله؟ فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي واجهزه الدوله المصريه، وزير الشباب والرياضه. انت ما كانش ليك اي دور في القصه دي، مع ان دي لاعيبتك ولاعيبه المنتخب اللي انت بتمثل الاتحاد بتاعه، فما اتدخلتش، طلعت بس تاخد السوكسيه. فهتطلع لي بعد كده اوعى تطلع قرارات بايقاف عقوبه او ايقاف لعيبه الزمالك او غرامه او القصه دي. اقفل الموضوع، زي ما انا باكد لحضرتك ان الموضوع من مجلس اداره الزمالك اتقفل، اللعيبه غلطت وخدت جزاتها. يبقى انت المفروض تحكم العقل كده وتركب العقل وتبقى واعي. لكن لو حصل اللي في بالي وطلع قرارات او عقوبات لمباراه السوبر او بطوله السوبر المصري بعقوبات ضد ثلاثي الزمالك، انا بقول لك كده انت بتعمل احتقان في الوسط الرياضي او في الشارع الرياضي الزملكاوي. انت خلاص فاضل لك ايام معدوده وهنشوف مجلس جديد. كل الدعم لثلاثي نادي الزمالك، كل الدعم لنادي الزمالك باذن الله. دونجا وشلبي وعبد الواحد السيد يرجعوا اقوى واقوى باذن الله. عاش نادي الزمالك، اكبر قلعه رياضيه في مصر، الشرق الاوسط وافريقيا وفي العالم كله وفي السبع مجرات. اللي مش عاجبه ان الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر مالكش دعوه.